دي نصيحتي لأي طالب إنتاج عايز يعمل مشروع تخرُّج، حاول تدوّر على الحاجات اللي ليها علاقة بالlean والsix sigma techniques. السؤال بيقول أنا طالب في تالتة إنتاج وهابقى في رابعة إنتاج ولسه مش عارف أتارجت إيه بالضبط في مشروع التخرُّج عشان أشتغل فيه. بُص، مشاريع التخرُّج دي فعلًا هي نقطة critical أوي في مستقبلك، فلازم تركّز أوي في الإجابة اللي هاقولها لك. مشاريع التخرُّج أفضل مشروع تخرُّج بتاع إنتاج إن أنت تشتغل على مشروع تحسين الإنتاجية. يعني إيه؟ يعني إزاي تعلّي الproductivity في المكان اللي أنت هتطبّق فيه المشروع باستخدام الlean والsix sigma techniques. ليه باقول لك الكلام ده؟ لإن أنت حضرتك هتجمّع الteam بتاعك وهتبدأوا تدوّروا على مصنع من المصانع اللي موجودة وتروحوا هناك تعرضوا الفكرة اللي هاقولها لك دي. هتروح تقعد مع الإدارة بتاعة المصنع وتحاول توصل لهم وتبدأ تتكلّم معاهم تقول لهم إن إحنا عندنا مشروع تخرُّج هناخد pilot area موجودة عندكم في المصنع ونبدأ نطبّق عليها الlean والsix sigma techniques. وهدف مشروع التخرُّج ده إن إحنا في الآخر نسلّمكم فكرة تنفيذية نقدر إن إحنا لو عملناها نحسّن الإنتاجية ونقلل التكلفة بتاعة الproduction. وبالتالي الإدارة هنا هتسمع فعلًا الفكرة بتاعتك وتقول لك خلاص أنت كل الresources هتبقى مُهيّأة ليك، فاقدر إن أنت تنزل تشتغل وتطبّق الأفكار بتاعة الlean والsix sigma وفي الآخر ورّيني الفكرة اللي هتنفّذها في المشروع بتاعك. فحضرتك هتمشي خلال السنة كلّها قاعد شغّال مع المصنع ومع الدكتور بتاع الكلية بتاعك اللي بيتابع الproject وبتبدأ تتكلّم كل شوية في الأفكار وفي المشاكل اللي أنت اكتشفتها وإيه أنواع الwastes اللي موجودة في الarea اللي أنت شغّال فيها. وتيجي بقى في اللقطة الجميلة أوي اللي هي آخر السنة حضرتك هتعرض الفكرة وفكرة تنفيذ المشروع والمصنع اللي أنت كنت متّفق معاه هيبعت team من المصنع، ركّز أوي في الحتّة دي بقى، هيبعت team من المصنع يسمع الفكرة بتاعتك وأثناء الpresentation. وهنا بيبقى ربنا بيجعلها السبب إن هي يبقى في فرصة كويسة ليكم أنتم كteam إن حد منكم أو ممكن يكون كلّكم كمان تشتغلوا في المصنع ده وتبدأوا في الcareer بتاعكم هناك. دي نصيحتي لأي طالب إنتاج عايز يعمل مشروع تخرُّج، حاول تدوّر على الحاجات اللي ليها علاقة بالlean والsix sigma techniques. لو حضرتك بتتفرّج على الفيديو ده وعندك أي سؤال متعلق بهندسة ميكانيكا يا ريت تسيب لي السؤال في الكومنتات وإن شاء الله هاختاره وأرُد عليه في فيديو جاي، ورمضان كريم.